النهاردة أنا في قصر الأمير محمد علي، بس ده مش محمد علي الكبير اللي عمل مذبحة القلعة، ده واحد تاني. طب هو خلف ولا ما خلفش؟ تفتكر ليه ما خلفش؟ لا اتجوز. لا هو اتجوز بس ما خلفش، كان في عقم. طبعا احنا رايحين في رحلة إرشادية وكل المعلومات اللي هعرفها هحكيها لكم. ده قصر محمد علي اللي في المنيل. القصر ده بيعود لتاريخ 1901. المكتب بتاعه اللي عملوه اطفال المدرسه الدينيه. وهنا في الارائك برضه من الارابيسكا المدعم بالالماس. وهنا سجاد القصر ما بين ايراني وتركي، خاصه السجاد ده سجاد ايراني، لكن القطاع المغربيه سجاد تركي. تمام؟ تمام؟ هنا اسمها القاعه المغربيه. دي اسمها القاعه المغربيه اللي هي كلها على الطراز المغربي، عملها لان المغاربه لما بيجوا هنا القصر بتوعهم ما يحسوش بغربه، بيحسوا دايما بالألفة. فاحنا قلنا السجاد بتاع القصر ما بين ايراني وتركي. قلت لكم خاصه السجاد اللي تحت سجاد ايراني، هنا السجاد اللي هنا سجاد تركي. تمام؟ في مرايات كتير، وطبعا مغطي ببلاطه القشاني. ليه في مرايات كتير؟ لان كتر المرايات بيعطي الاحساس بالاتساع. لما ندخل سرايا الاقامه برضو هنلاقي في مرتين كبار قدام بعض. القصر ده موجود على جزيرة منيل روضة، يعني احنا دلوقتي واقفين على جزيرة. ما كنتش مصدقة نفسي، وكنت اول مرة اعرف ان في جزيرة في مصر. وهنا دي مدفأة على طراز، تبدأ بشكل قلم رصاص، منتهية بشكل هرمي. شايفين طراز؟ ايوه طبعا عثماني. منتهية بشكل هرمي، في النص مغطية ببلاطات القشاني. والاحظ ان هي كانت بهدف زخرفي او زينة، عكس المدفئات التانية اللي هنشوفها في سرايا الاقامة. يعني ما كانتش مستعملة، هدف زخرفي دي يعني كانت زينة بس. تمام؟ القصر ده بيتميز بتصميمه المعماري اللي بيجمع ما بين الطرازات الإسلامية المختلفة، زي الطراز الفاطمي والمملوكي والعثماني والأندلسي. القصر ده فيه عدة سرايات، منها سرايا الإقامة وسرايا الاستقبال وسرايا العرش، وكمان فيه المسجد وبرج الساعة والمتحف الخاص ومتحف الصيد. ومتحف الصيد ده ليه فيديو لوحده، هو وبرج الساعة وباقي الحاجات، فما تنسوش بقى تروحوا تسمعوا. وفيها نخلة كده واقعة، وسندين النخلة دي بخشب، فسبحان الله. أنشأ هذا القصر برافو لدولته البرنس محمد علي سنة 1321 هجرية. 1321 هجرية اللي بيساوي ايه بالميلادي؟ 1903 ميلادية. اول كلمه انشا هنا، يعني اقفي لها كده بتطيري كده، وقفي كده عشان تقراي. نطلع بقى نتفرج عليها. انشا باين كلمه هذا. ودي سرايا الإقامة. سرايا الإقامة هي السرايا الرئيسية وأول المباني اللي اتبنت في القصر، وهي كانت مقر لإقامة الأمير، وفيها طابقين. الطابق الأول فيه عدة حجرات، منها حجرة النساء وحجرة المرايات وحجرة الصالون الأزرق. سرايا الاستقبال فيها طابقين وما بينهم سلم خشبي. الطابق الأول فيه حجر لاستقبال الشخصيات الرسمية، وحجر لاستقبال كبار المصلين مع الأمير. ودي كانت قاعدة الضيافة صح؟ انا مش عارفه، مستنياها تيجي تشرح، بس قلت اصور قبل ما تيجي عشان ابقى مركزه في الشرح. الضيافة اللي كانت تحت لو دي الحتة اللي بيقعدوا ياكلوا فيها. دي كل السفرة. البنت أو الأمير محمد علي هو تاني أبناء الخديوي محمد توفيق، وهو كان الأخ الوحيد للخديوي عباس حلمي التاني، وابن عم الملك فاروق. شفتوا اللفة؟ الأمير محمد علي شغل منصب ولي العهد 3 مرات،
أول مرة في عهد أخوه الخديوي عباس حلمي التاني، لحد ما أخوه رزق بابنه، والتانية بعد وفاة عمه الملك فؤاد الأول، لحد ما ابن عمه بلغ السن القانوني وتولى الحكم، والتالتة لما بقى ولي لابن عمه، وابن عمه هو الملك فاروق. نايم، دي نجفة بقى. لا دي صفرة تقريبا. ده منظر هتقع منين؟ مفيش اصلا. دي اوضه صغيره حمام بيت محمد علي، اوضه صغيره خالص. ايوه ما شاء الله. بصي يا ماما حليب، هي مين دي؟ تلاقي حد يعرفها؟ جارية هيحط صورتها كده ليه؟ مش جارية لا. هيحط صورة بس كده. بصوا البراويز كبيرة اوي. خلفوا في الحكم أبناءه وأحفاده، واستمر حكم قصته لمصر لحد ثورة 1952. القصر ده كان مركز للحركة السياسية والثقافية. ده محمد علي عنده إنجازات كبيرة قوي، أنا عاوزة يكون عندي ربع إنجازاته. وهنبص في السقف هنلاقي شخشيخة أو قبة، هي باين إن هي قبة أكتر من إن هي شخشيخة. شايفينها؟ وهنا دي صورة البرنس محمد علي في صورة أصغر من اللي شفناها في سرايا الاستقبال ومتحف السيد. وهنا دي مراية، لما بنقف ناحية المراية يقال بقى عشان الأمير كان قصير وكده، يعني دي حاجة مش متأكدين منها. في صورة محمد علي الكبير اللي عمل مذبحة القلعة. هو ده اللي عمل مذبحة القلعة اللي هي كرسي الشمس الكبير بتاعه. سرايا الاستقبال أول ما دخلنا القاعة الرئيسية. كرسي الشمس الرسول لا محمد علي الكبير لا مش كده. محمد علي الكبير اللي عمل مذبحة القلعة اتولد في القبلة التابعة لمحافظة مقدونيا شمال اليونان لأسرة ألبانية. ألبانيا بلد جنب ألمانيا، بس هما مش أصلهم تركي خالص. ودي سرايا الحكم. السرايا دي بتتكون من 2 طوابق. الطابق الأرضي فيه قاعة مستطيلة فيها كرسي العرش، والسقف فيه كرسي الشمس، وبتشع منه إشعاعات ذهبية. الصورة اللي قدامنا أول ما دخلنا دي صورة لمحمد علي باشا، محطوطة فوق الكرسي على طول. جميلة قوي. ايوه هي دي الأساسية. أنا جاية عشان دي شفتها على النت قلت لازم أروح. أهي الصورة. هو بيشهد له ان اتعملت تاني سكه حديد في العالم هو دخلها مصر. اللوحه اللي هنا دي لوحه زيتيه. اللوحه ديت قبل السد العالي وقبل قناه السويس، قبل كل ده هي بتبين فيضانات النيل. يبقى دوت النيل ودي الفيضانات بتاعته، واللي ورا دي الاهرامات. ليه بقى؟ لانه الفيضانات كانت بتوصل للاهرامات. اللوحة دي كلها لحكام عائلة محمد علي. الحيطة الشمال من القاعة فيها صور شخصية لحكام قصة محمد علي، والحيطة اليمين فيها مناظر طبيعية لمصر. هو ده شجر ايه؟ ايه ده؟ ده متحف. ايه ده؟ لا ده الخريطة. لا هم اللي بيبقوا مقفولين.
بجانب السلم في نموذج مصغر لجامع محمد علي بالقلعة. احنا دلوقتي موجودين في باقي سرايا العرش. الحجره اللي احنا واقفين قدامها دي اسمها حجره الاوبيسون او الاوبيسون. اسمها غريب شويه لانه دي اصلا صناعه فرنسيه او مصنوعه من الاوبيسون الفرنسي. ده نوع من انواع النسيج. الغرفه دي اصلا كانت بتاعه الهامي باشا. الهامي باشا ده هو جد الامير محمد علي لامه، يعني جده ابو والدته، هي والدته ورثتها وهو ورثها من والدته، فهو الطابق العلوي فيه 3 غرف. الأولى اسمها غرفة الأوبيسون، جدرانها مغطية بنسيج الأوبيسون المصنوع في فرنسا. الغرفة التانية هي صالة استقبال أو صالون. الطابق العلوي من سرايا العرش فيه قاعتين للجلسات الشتوية وغرفة ندى لمقتنيات الهامي باشا. حوالي سنة بس هو هنا بيترمم؟ هنا. كان في هنا سرير السرير بتاعت امينه هاني. بيترمم. دي سجاده تركيه. بعد كده الصالون ده او طقم الكنب الازرق ده مكسو بالقطيفه الزرقاء. ده صناعه عربيه، ده صناعه عربيه، العرب هم اللي صنعوها. ودي كانت شوية من المعلومات اللي أنا عرفتها عن قصر محمد علي باشا وعن محمد علي باشا نفسه. ما تتلخبطوش بقى ما بين الأمير محمد علي ومحمد علي الكبير. محمد علي الكبير هو اللي عمل مذبحة القلعة، واحنا رحنا مكان المذبحة وعملت لكم فيديو. هسيب لكم بقى اللينك وتروحوا تسمعوه، فيه معلومات عن محمد علي الكبير وعن المذبحة. ما تنسوش بقى تروحوا تسمعوه، وسلام عليكم، باي.